والآن الموعظة الحسنة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أما بعد، فعن نعيم بن هزال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: أي هزال، لو سترته بثوبك كان خيرا لك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذه لهزال رضي الله عنه في قصة ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه. عن نعيم قال: كان ماعز يتيما في حجر هزال، يعني في حجر أبيه، فأصاب جارية في الحي، فقال له هزال: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يستغفر لك. فجاء ماعز إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشهد عنده 4 شهادات أنه قد أصاب الحرام ووقع على الفاحشة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك قد شهدت 4 شهادات. فأمر به فرجم، سيق إلى الحرة ورجم، فلما وجد حر الحجارة ولى هاربا، فأعجز القوم، فلقيه عبد الله بن أنيس بوظيف لبعير فضربه فقتله. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلا تركتموه فيتوب الله عليه. وفي رواية: لو أنك سترته بردائك كان خيرا لك. والستر محمود ومذموم، والله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، أن من ستر مسلما ستره الله رب العالمين. من ستر عورة مسلم ستره الله رب العالمين يوم القيامة. وفي أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترغيب وحض وأمر للمسلمين بستر العورات. وأما العورة فحسية ومعنوية. فأما العورة الحسية فهي ما يحرم النظر إليه من القبل والدبر وبدن المرأة وغير ذلك مما تفصله كتب الفقه، فهذه عورة حسية. وأما العورة المعنوية فما يقع فيه المرء من النقائص وما يرتكبه من الفواحش وما يصيبه من الآثام والذنوب. فأما العورة المعنوية فهي التي يرغب الشرع في سترها، والستر محمود ومذموم. فالستر ليس مطلقا
ستره، والستر ليس مطلقا كشفه، وإنما منه محمود ومذموم. لو أنك سترته بردائك كان خيرا لك. وذلك أن ماعزا وقع على جارية في الحي لهزال، وقع عليها وأتى الفاحشة كاملة. لما استنطقه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أقر به، فأتى منها في حرام، فهو يعرف الزنا إذن، فأتى منها من حرام ما يأتيه الرجل من امرأته في حلال. استنطقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسأل عن عقله ومدى علمه، أمجنون هو؟ قالوا لا يا رسول الله. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعلك قبلتها، لعلك باشرتها، لعلك جامعتها، أتعرف الزنا؟ فأقر بمعرفته، وأقروا بصحة عقله وجودة نظره، وإذن فلا بد من إقامة الحد. والحد بإقامته هل هو حق الله أو حق العبيد؟ فأما من قال هو حد الإسلام في من ارتكب أمرا قرر الإسلام فيه حدا فهو حق الله رب العالمين. قال ذلك أبو حنيفة رحمه الله. فيترتب على ذلك أنه إذا بلغ الحاكم فلا بد من إقامته، لأنه حق الله رب العالمين ولو تنازل عنه صاحبه، كما في القذف مثلا. فإن المقذوف عند من يقول إن الحد هو حق الله رب العالمين لو تنازل عن حقه فإن ذلك لا يغني شيئا، ولا بد من إقامة الحد على القاذف في كل حال. وأما من قال، وهو الشافعي وجماعة من أهل العلم، إنه أي الحد بإقامته حق العبد، فيترتب على ذلك أنه يمكن أن يتنازل عنه وهو يورث، وللورثة أن يطالبوا به وأن يتنازلوا عنه، كما في القذف مثلا، وهو أمر يستهين به الناس إلا من رحم الله رب العالمين. وحدث عن الفساد الحاصل بسبب ذلك ولا حرج. في صحيح البخاري أن هلال بن أمية رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرمى امرأته بشريك بن سحماء. اتهم امرأته بشريك بن سحماء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال البينة أو حد في ظهرك. قال البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله والله ما كذبت. قال البينة أو حد في ظهرك. قال يا رسول الله أيجد الرجل مع امرأته رجلا فيذهب حتى يأتي بالبينة؟ قال البينة أو حد في ظهرك. قال والله إني لصادق ولينزلن الله براءتي. فأنزل الله رب العالمين آيات اللعان، وجيء به وبها فأنكرت فشهد، ثم قدمت فشهدت 4 شهادات، ثم تلكأت فذكروها بالله رب العالمين، وذكروها العذاب الأليم في الآخرة، فتلكأت، ثم قالت لا أفضح أهلي والله ما فعلت. فشهدت 5 ومضت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انظروها، فإن جاءت به أكحلا عظيم الأليتين خدلج الساقين
فهو لشريك بن سحماء، وهلال صادق فيما ادعى. فلما وضعته جاء أكحل العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي بعثني بالحق، لولا أن كتاب الله تبارك وتعالى قد مضى، أي قد سبق بالحكم في مسألة اللعان، وأنها متى شهدت فإنه لا يتعرض لها، لكان لي معها شأن، صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البينة أو حد في ظهرك. وكان ذلك كذلك قبل آيات اللعان نزولا، لأن العلاقة الزوجية والاتهام الذي يمكن أن يقع من الرجل إلى امرأته بالزنا فعلا وفحشا لا يمكن أن يتوفر فيه ما يتوفر في بقية الحالات التي تقع فيها الفاحشة. فأنزل الله رب العالمين الآيات موضحة كيف يكون العمل عندما يرمي الرجل امرأته بالزنا، هو اللعان ثم التفريق، والله يحكم بما يشاء ويقضي بما يريد. وأما بين جماهير المسلمين في غير تلك العلاقة الخاصة، فمن أين لك بالشهود إن رميت؟ وحتى إن كنت رأيت، فإن هزالا رضي الله عنه إنما أراد الخير، قال: اعرض أمرك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عسى أن يجد لك مخرجا، عسى أن يستغفر لك. وماعز إنما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد التطهير، قال: فما أردت بما قلت؟ قال: أردت أن تطهرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به فأقيم عليه الحد رجما إذ كان محصنا، والمحصن الذي سبق له زواج وإن كان أيما، يعني لا زوج له، سواء طلق امرأته أم ماتت عنه أم رحل عنها أم خلعته أم كان ما كان، المهم أنه قد سبق له زواج صحيح، فهذا محصن. فمتى وقع في الفاحشة فحده الرجم، أن ينصب هنالك ثم يؤتى بالحجارة، ويأتي طائفة من المؤمنين يقذفونه، يرمونه بالحجارة، يرجمونه حتى يموت. لما أن طبق الحد في ماعز رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه: انظر إلى الذي ستره الله رب العالمين. فذهب ففضح نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان سائرا مر بحمار قد جيف وهو شائل برجله، فقال: أين فلان وفلان؟ فقال: نحن ذاني يا رسول الله. فقال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يرحمك الله يا رسول الله، ومن يأكل من مثل هذه؟ قال: للذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار، والذي نفسي بيده إنه لينغمس في أنهار الجنة. مضى لطيته وذهب لحال سبيله، وكان ما كان من وقوع الحد تطهيرا له. وهذا وجه من الوجوه التي علل بها العلماء عليهم الرحمة ترك النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، وترك شيخهم عبد الله ابن أبي ابن سلول، من غير أن يقيم عليهم حد القذف، لما أن وقعوا ولوغا في عرض المبرأة الطاهرة عائشة رضوان الله عليه في حادثة الإفك.
فهؤلاء لم يرد الله رب العالمين أن يقيم عليهم الحد هنا في الدنيا، وتركهم للعذاب الأليم في الآخرة. وأما مصطح بن أثاثة وهو ابن خالة أبي بكر فله بعائشة قرابة قريبة. وأما حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حمنة بنت جحش وهي أخت زينب زوج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وأما هؤلاء الثلاثة فقد تكلموا فأقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف، وترك المنافقين ممن ولغ. قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم لله رب العالمين يعاقبهم، ولأن الحد إذا وقع تطهيرا للمحدود، وهؤلاء أنجاس قد تلطخوا فليظلوا متلطخين، فتركهم الله رب العالمين للآخرة، وفي الآخرة عذاب عظيم. وأما المؤمنون الصادقون ممن تورط فقد أقيم عليه الحد، حدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا قول. والقول الثاني أن العلماء يقولون إن المنافقين يكونون أمكر مكرا من أن يتورطوا في الكلام الصريح الذي يستوجب الحد. فلما أن وقع ما وقع منهم كان الذي تولى كبره هو الذي تورط مباشرة وهيج الفتنة. وأما الآخرون فكانوا يقولون يحومون حول الحمى ولا يواقعونه، ولكن كانوا يحومون حول الحمى شاردين مع أهوائهم، وفي الآخرة عذاب عظيم. فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أن تأكلا من هذه الجيفة المنتنة. إن هذا الدين ليس مبنيا على الأهواء، وإنما أنت على رأس الطريق. إن شئت أن يكفر الأبعد فليكفر، فالله غني عنكم أجمعين. وأما إذا ما دخلت الدين فإما أن تلتزم وإما أن تخضعك أحكام الدين، عدل محض. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، المرء على رأس طريقه. أما أن يعبث في دين الله رب العالمين فشيء مرفوض، وهذا تعمل به جميع قوانين أهل الدنيا وضعا، وجميع الدساتير من شرقية وغربية، من صحيحة وزائفة، من قائمة وقاعدة وراقدة. إذا أخذ المرء جنسية دولة ما ثم لم يحترم انتماءه حكم بتهمة الخيانة العظمى، لأنه ينبغي عليه ما دام منتميا إلى تلك الدولة أن يكون مراعيا لانتمائه لها. هذا في دساتير أهل الأرض، فكيف بدين رب العالمين؟ هو وحده الذي يصير لعبة بين أيدي الخلق يعبثون به كيف يشاءون. قال: البينة أو حد في ظهرك. تدري ما الحد؟ إما أن يأتي بالشهداء، ب4 شهداء، يأتي بالساقطين، يأتي بالهلكة الذين لا يصلون، الذين يشربون الخمر ويأتون الخبائث ويفسقون. هؤلاء ليسوا عدولا حتى يشهدوا. يأتي بالشهود العدول، يأتي ب4 شهداء، ويأخذ القاضي كلا على حدة، ثم يقرره، ثم يسأله، ولا بد أن يكون قد رأى ذلك منه في ذلك منها، كما يكون الميل في المكحلة.
فإن لم يكن أقيم عليه حد القذف. وما حد القذف؟ أن يجلد 80 جلدة، وأن يشهر بين الناس هذا فاسق، وأن يسمى فاسقا، وأن لا تقبل له شهادة. والعلماء مختلفون في قبول شهادته إذا تاب وأناب ورجع إلى الكريم الوهاب، تقبل أو لا تقبل. محدود هو في حد، قد أصيب في جرم، قد وقع في أمر كبير عظمه النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم الله رب العالمين إياه، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الربا 72 بابا، أو قال حوبا، أو قال إثما، روايات، وكلها ثابت عن سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان قبل قد ذكر صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أعظم عند الله من 36 زنية. درهم ربا، والدرهم لا قيمة له كالقرش مثلا، وربما أقل. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أعظم عند الله رب العالمين من 36 زنية. ومن أعجب العجب أن يأتي هذا الأمر الموافق لقواعد أهل الحديث مصطلحا وجرحا وتعديلا مخالفا لقواعد اللغة، أو تخالفه قواعد اللغة، إذ القياس عند النحويين أعظم من 36 زنية، ولكن هكذا تأنيثا بتأنيث ليدلك على أن هذا الأمر وإن استفضعته لأنك لا تدري عظمه ولا تعرف خبره، هو عند الله رب العالمين عظيم. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أعظم عند الله رب العالمين من 36 زنية. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الربا 72 بابا، أو قال 72 حوبا أي إثما، أو قال 72 إثما تصريحا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. أقل درجة في الربا هي أعظم درجة في الزنا، في زنا المحارم، في الزنا بالأم خاصة. فأقل درجة في الربا أكبر درجة في الزنا، وهي الزنا بالأم خاصة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدناها أي أدنى 72 درجة. الربا 72 بابا، أو قال حوبا، أو قال إثما، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. فأقل درجة في الربا هي أعظم درجة في الزنا، وهي الزنا، زنا المحارم بالأم خاصة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أربى الربا أعظم من هذا جميعه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. تصورته الآن؟ تصورت هذا الذنب العظيم؟ تأمل مليا وقف خاشعا أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الزنا 72 بابا، أو قال حوبا، أو قال إثما، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. العرض ليس كما يتصوره كثير من الناس. الناس يظنون العرض الفرج،
أو ما هو أخص منه، وإنما ذلك جزء منه. العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان. تأملت؟ العرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان. استطالة الرجل في عرض أخيه، استطالة الرجل في عرض أخيه، قال لو سترته بثوبك كان خيرا لك، يريد هزالا رضي الله عنه، وقد قال له وما أراد إلا الخير. ائت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان، وذهب فأخبره فأقيم عليه الحد. فلما أقيم عليه الحد قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو سترته بردائك، يعني لو كان على الفاحشة فرأيته فسترته ممن يهتك عرضه بلسانه ويشيع عنه الفاحشة التي كان عليها، لو سترته بردائك كان خيرا لك من إقامة الحد عليه. الستر محمود ومذموم. الستر منه ما هو محمود، كما في هذه الحالة يقول العلماء، وذلك في من لم يكن الوقوع في المحرمات من عادته ولا هو بديدنه، وإنما وقع فيه، والإنسان خلق جهولا ظلوما، كما أخبر الله رب العالمين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا وقع في الخطأ والخطيئة متعمدا كان ظالما، وإذا وقع في الخطأ غير متعمد كان جاهلا. والمرء في جملته لا يخلو من هذين أو من أحدهما من الجهل والظلم، إلا من عصم الله رب العالمين فقام بالعلم والعدل، وقليل ما هم. ولكن الذين يقعون إما أن يقع الواحد منهم متعمدا فهذا ظالم، وإما أن يقع غير متعمد فهذا جاهل. والإنسان خلق ظلوما جهولا، والمعصوم من عصم الله رب العالمين. ومعلوم كما قال المتقدمون كأنهم يأخذون من حديث المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال إن من المجانة أن يبصر الرجل القذاة، وهي الشيء القليل يقع كالذرة التي لا ترى إلا بالمجهر في الشراب أو الطعام. إن من المجانة أن يرى وأن يبصر الرجل القذاة في عين أخيه ولا يبصر الجذع أي الجذع في عين نفسه. وقديما لما مر المسيح عليه السلام بقوم يرجمون امرأة وقد تحلقوا حلقة حوله، فقال ما شأنها وما شأنكم؟ قالوا زانية يا كلمة الله. فقال من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر، فولوا جميعا مدبرين. ومن عجب أن الذين يستطيلون في الأعراض هم أكثر الناس ولوغا في الأعراض. هؤلاء يا أخي ممن انطوت بواطنهم على الفحش والفواحش، يريدون الدنيا جميعا على الفاحشة لكي يقوم للواحد منهم المبرر في وجوده، وإلا فما مبرر وجوده إذن. جملة هؤلاء مقبلون على الحياة بلا مبرر. لماذا يقبلون على الحياة؟ لا مبرر لإقبالهم على الحياة، لأن حياتهم ليست بحياة في الحقيقة، هي أدنى من حياة الحيوان وأحط. نعم، الحيوان لا يتأتى منه من ذكره وقاع لأنثاه إلا عند الطلب بالغريزة إبقاء للنسل.
فإذا وقع ذلك لا يقربها، لا يقربها. ألا تعلمون؟ الحيوان كذلك، تظلمون الحيوانات عندما تصفون رجلا بانطوائه على شهوة بهيمية أو شهوة حيوانية. لا والله، الإنسان هو الذي يواقع لا للإبقاء على النسل. وأما الحيوانات وما خلق الله رب العالمين من تلك الكائنات أزواجا أزواجا، فالوقاء عندها بالغريزة الجالبة لاستبقاء النسل، لاستبقاء النسل ببقائها في الحياة بقدر الله رب العالمين. فإذا وقع المطلوب انكف الفعل، وهو حيوان أعجم بهيم إلا الإنسان. فأكثر هؤلاء الوالغين في أعراض المسلمين سيفضحهم الله رب العالمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وأخرجه الأربعة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. هو المنافق الفاجر الذي أسلم بلسانه، كما في الرواية التي عند الترمذي: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإسلام في قلبه، لا تغتابوا المسلمين. وذكر نحوه: يا معشر من آمن بلسانه، كما في الرواية الأولى وعند الترمذي: يا معشر من أسلم بلسانه، وفي رواية: ولم يفض الإيمان إلى قلبه. هذا نفاق. المنافق الذي يتتبع العورات ماذا يصنع؟ وإن بلغ في التقنية في التلصص والتجسس ما بلغ، ماذا يصنع؟ إن أراد فتحا وأراد كشف ستر عن مسلم ولن يفعل إلا إذا أذن الله رب العالمين. وأما إذا لم يأذن ربك فستر الله رب العالمين ستره، والله رب العالمين إذا أراد أن يستر فلن يكشف ستره. وإن اجتمع من بأخطارها لرفعه وهتكه هو الستير الحليم. فهذا الهاتك للستر، وهذا المتتبع لعورات المسلمين، وهذا الوالغ كالكلب كالخنزير في الدماء بلسانه يتتبع الأعراض لأنه من أهل النفاق. يا معشر من آمن، يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان ولم يفض الإسلام إلى قلبه، فهذا منافق. ماذا يصنع هذا؟ وإن فعل ما فعل وقال ما قال لن يصنع شيئا. وانظر إلى المردود الذي يتحصل عليه. فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. هنالك قدرة هي أكبر من قدرة الله، هنالك إرادة نافذة. إذا قال كن كان، هنالك إرادة نافذة هي أكبر من إرادة الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تتبع الله عورته فضحه في قعر بيته، في جوف بيته، هتك ستره وجعله فرجة، وهي فصيحة فلا تفزعن، وجعله فرجة وجرسه. والتجريس مأخوذ مما كانوا يصنعون قديما، إذ كان من وقع في أمر
يؤتى به محمولا على دابة، يطاف به في الأسواق والأزقة والشوارع، ورجل يسير خلفه يحمل جرسا يدقه، هذا هو التجريس، ثم يقول فلان صنع كذا وكذا ووقع عليه من العقاب كذا وكذا حتى يعلم الناس، فهذا هو التجريس. فبقي على هذا النحو للإشهار بالفضيحة. والله رب العالمين إذا تتبع عورة عبد فضحه ولو في جوف بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. لو سترته بثوبك كان خيرا لك، لأنك إن لم تفعل وكان صينا ووقع هذا الذي وقع غلبة غريزة، شهوة نفس، تسلط شيطان مريد، تورط في الخطأ وليس من عادته، فوقع الهتك ورفع الستر. إذا فعلت ذلك لم تكن محمودا. لو سترته بثوبك، لو سترته بردائك كان خيرا لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال. فكيف إذا كنت لم تر شيئا؟ فكيف إذا كان لم يقع شيء أصلا؟ فكيف إذا كان الأمر محض اختلاق وافتراء؟ فكيف إذا كان ذلك من الخيالات والأوهام؟ فكيف إذا كان ذلك من إلقاء الشياطين؟ فكيف إذا كان ذلك من بعث المنافقين المحاربين لدين رب العالمين؟ فكيف إذا كان ذلك إنما هو من أوهام واهم وحقد حاقد وحسد حاسد؟ فكيف إذا كان ذلك كذلك؟ الإثم عظيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.